يعني انت متفائل؟ متفائل فشخ. طب بأمارة ايه؟ بأمارة حاجات كتير. انت عندك 3 هدافين، هداف الدوري الانجليزي، هداف الدوري الفرنسي، هداف الدوري الالماني. طب ثانية وعندك ثانية 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 الشناوي، بس ثانية. حجازي، يا عم عبد ثانية المنعم. ثانية. شفت الوديات؟ لا. طيب روح بقى اتفرج على الوديات وتعالى كلمني عشان خاطر ملاش الاسامي اللي انت. علاقة، هتاخد ايه اللي ملهاش البطولة. علاقة يا ابني؟ هتاخد البطولة. مين اللي هياخد البطولة؟ احنا. احنا مين؟ مصر. ما ده فيش الكلام ده. انت مش شايف السكواد عامل ازاي؟ محترفين قد ايه؟ ماشي، شفت الوديات؟ لا. بس تعالى كلمني بعد ما تشوف الوديات. مفيش بطولة تعالى تتاخد. كلمني بعد دور المجموعات. يا عم لا، ما دور المجموعات كده كده تصعد منه يعني. عادي، كل شيء متوقع. تكسب غانا وتخسر من موزمبيق. وتبطل عادي كورة طبيعي. وتقفل الاتحاد. كمل الجملة بس عشان انت نسيتها، فاهم؟ وتبطل كورة يا باشا وجبرت على كده. طب ولو خدنا البطولة؟ يا ابني مفيش الكلام ده. طب ولا حتى طلعت توصل. على ايه؟ اقول لك على حاجة. قول لي. لو وصلت ربع نهائي اللي انت عايزه، ربع النهائي، تلبس تيشيرت منتخب مصر بقى البطولة. يعني ماشي سهل. اصل ده سهل مش قصة، ممكن اقوم البسه دلوقتي. اصل المنتخب يعني مش دول، فاهم؟ هتحط صورة منتخب مصر بقية البطولة وراك هنا. يا عم ماشي، هحط صورتهم ال 11 حتى لو هم. ما وصلناش نص النهائي والنهائي، ماشي. يعني لو السنغال ونيجيريا وغانا وبتاع هتحط صورة مصر. هحط لك صورة. خلصانة والله. هحط لك صورة ال 11. عايز على الشاشة دي ولا على الشاشة دي؟ الاثنين. وفي النص تحط السنغال. انت هتموت وتصبح السنغال انت. ماشي يا عم، موافق. انا خلصان. يا مصر في ربع النهائي تلاقي الصور منوره اهي. ازيك يا وحش، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. خلاص افريقيا 2024 هتبدا كوت ديفوار، وربنا يستر من فضائح الماما افريكا. طيب النهارده هنتكلم على المجموعات، الفرق التقيله كده، نشوف مين بيقول ايه، وفي الاخر نتوقع نشوف مين الفرق اللي هتصعد من كل مجموعه. وطبعا تنساش تركز في الحلقه كويس جدا عشان خاطر الفار. بمناسبه الفار، الفيديو اللي فات اللي قال الاجابه صح كانت الاجابه فعلا انتوا ديبو من نيس مش من مارسيليا، واللي قال بصراحه الاسم يوزر مش عارف ايه كده، فتمام يعني على وضعك عاش. وبرده خليك معايا لاخر الحلقه عشان خاطر ننزل بالحلو مع بعض، تاخد الحيل حيل. طيب اخر حاجه تنساش تنزل تعمل اشتراك في القناه، شغل الجرس، روق علينا كده، لايك الجميل، شير الحلقه مع اصحابك، بسط كلنا. طيب نبدا بمجموعه البطل شال البطوله، وانا بالنسبه لي بصراحه شايفه ان هي مجموعه الموت، هي المجموعه الثقيله قوي اللي في وسط كل المجاميع الثانيه، فيلا بينا. المجموعه فيها السنغال والكاميرون وجامبيا وغينيا. طب المجموعه تقيله بصراحه، انا شايف ان هي اتقل مجموعه موجوده، مجموعه شايله السنغال اللي هو اللي معاه اللقب، والفرقه بصراحه يعني متروسه نجوم ما شاء الله ما شاء الله. وعندك الكاميرون صاحب اكبر فضايح في تاريخ افريقيا تقريبا، البطوله اللي فاتت كان تنظيم عناب، مش هتكلم طبعا. لو ايه بقى ما اكتفوش بالمصايب اللي اتعملت البطوله اللي فاتت، جايين البطوله دي كمان بعيل في كلام بيتقال ان هو متسنن، وبيني وبينك هم بيقولوا ان الواد 17 سنه، الواد شكله لو شفته شبه الكابتن توفيق اللي كان في الكبير قوي، عيل شكله عجوز، اللي هو عادي جدا تشوفه مع فينسنت ابو بكر تقول عادي طالعين من نفس الفرقه، هما الاثنين نفس السن، كاجوال ما تستغربش يعني. طيب الكاميرون دلوقتي فيها مين تقيل او مين تخلي بالك منه او تركز عليه؟ عندك اونانا، يعني مش هتكلم عشان انا على اخري يا عم بقى، خلاص ده انا مش قادر. وفي مشكله ان اونانا هيروح المنتخب قبل البطوله بيوم، يعني هو هيخلص ماتش مع اليونايتد وبعدين يطلع على المنتخب، فانا مش عارف بقى هو اصلا مطينها خالص معانا هيروح يعمل ايه. وعندك فينسنت ابو بكر، طبعا يعني مش حاجه تقيله قوي، الراجل خلاص عجز وهيعتزل غالبا، دي اخر بطوله ممكن يلعبها، بس يعني هو دول الاسمين التقال قوي في الفرقه. عندك مين تاني بقى في المجموعه؟ حبيبنا اللي خانقنا بقاله شويه، السنغال، ودول حاليا انا شايفهم اقوى فريق او تاني اقوى فريق في افريقيا، هم من المغرب طبعا، يعني فريق تقيل جدا، مفيش لعيبه ركنت، مفيش لعيبه مستبعده، القايمه كامله، مفيش اصابات، فيعني ربنا يستر علينا منهم. الخوف او النقطه الوحيده اللي ممكن الفرقه دي تهمت بيها وما تشوفش منها اداء، ان تكون اللعيبه دي شبعت خلاص، يعني مش جايه معانا بحاجه تاني، احنا اوريدي واخدين البطوله دي، احنا صاحب البطوله وطالعين كاس عالم على حساب مصر اخر مره برضو، فيعني ممكن تكون لعيبه شبعانه شويه، ولكن انا ما اعتقدش ان لعيبه بحجم كوليبالي، ماني، ادريس اجانا، جايه، مندي، صار، ولعيبه كلها وورلد كلاس يعني، فكونسبت ان هم يبقوا شبعوا من بطولتين او من بطوله وصعود كاس عالم بعيده. النجوم دي كلها بقى تنقلنا لمين؟ تنقلني للمغرب اللي كانوا مكسرين الدنيا في كاس العالم اللي فات، اول فريق عربي يوصل لنص نهائي كاس العالم، صراحه انجاز محدش يقدر يتكلم عليه يعني. المغرب فرقه تقيله جدا، عندهم الركراكي مدرب مظبوط ومدرب وطني فاهم اللعيبه وفاهم الدماغ بتفكر ازاي، فاهم هم ممكن يبقوا شبعانين ولا لا، وما اظنش ان هم شبعانين لان هم لسه ما جابوش بطوله يعني في الاخر، ولكن الجيل ده ناقصه ايه؟ ناقصه افريقيا، ناقصه بطوله ان هو يمشي بيها. انا ليا تاريخ مع المنتخب كمان، مش بس مع انديه، مش بس تاريخ فردي لنفسي،
نفسي، لا انا عندي تاريخ مع المنتخب كمان وعملت بطوله افريقيا ومش عارف ايه. غير ان هم طبعا عايزين يفكوا نحس افريقيا. المنتخب ده بقاله قد ايه عمال بيطلع افريقيا ويطلع طلعات غريبه بصراحه. طيب المغرب عندها 11 لعيب كانوا في قائمه كاس العالم مش موجودين في افريقيا، ولاعيبه تقال خلي بالك، يعني عندك حمد الله، يحيى جبران، بدر بنون. بس الناحيه الثانيه عندك بونو، عندك حكيمي، عندك الزلزولي، زياش، نايف اكرد، يعني النصيري. بقول لك ايه فتوح يا عم ماشي. بس عندي مشكله واحده مع منتخب المغرب، خوفي من ان هم ينزلوا تقال على الكره وعاليين عليها وبتاع، واللي هو انا نص نهائي كاس عالم ومش عارف ايه لا لازم ينزلوا للكوره ولازم يلعبوا برجوله كده وروحوا وبتاع، ساعتها بنسبه كبيره المغرب البطل. طيب اخواتهم بقى الجزائر، لعيبه ومدرب عارفين ان الجمهور مش هيقبل حاجه غير البطوله من 2019 والمستوى عامل كده، طلعت من كاس عالم افريقيا الاخيره، طالع من المجموعات، شكلك كان وحش جدا، فالجمهور خلاص على اخره. المدرب عارف ان البطوله دي لو ما اشتغلش كويس وما عملش اداء مظبوط غالبا هيمشي، وعشان كده بيتهيألي ان هو مشرب اللعيبه الموضوع ده جدا ومركز جدا. اللعيبه تلاقيها بتلعب بعصبيه ونرفزه وروح كده وبتاع، في نفس الوقت تلاقيه استبعد بالرحمه عشان المشكله اللي حصلت معاه في ماتش مصر لما طلع وما رضيش يسلم عليه. وبرده احترمه جدا عشان استدعى عطال عم الدنيا، الراجل اللي وقف جنب القضيه وفضل مساند القضيه واتحكم عليه ب 10 شهور مع وقف التنفيذ وغرامه 45,000 وبتاع. بس المدرب كمان فضل باقي عليه وتعالى معلم وهتلعب معانا وبتاع، مع انه الراجل موقوف في فريق. طيب مجموعه الجزائر فيها مين تاني؟ فيها منتخب انا متعاطف معاه جدا من البطوله اللي فاتت، منتخب موريتانيا البطوله اللي فاتت كانوا مادين اداء حلو جدا، كانوا هم الحصان الاسود في البطوله، الاندر دوج، الفريق اللي ما حدش كان متوقع منه اي حاجه. ولولا التحكيم بتاع الكاميرون والفضائح اللي حصلت، المنتخب ده بيتهيألي ان هو كان هيعدي الكاميرون وكان هيبقى شكله حلو جدا يعني. خش بقى على صاحب الارض يا باشا وتعالى نتكلم على كوتيفوار شويه. كوتيفوار منتخب مليان نجوم، اسامي قويه جدا وتقيله جدا، ولكن تحس ان كل واحد بيلعب لنفسه، زها مع نفسه، بايه مع نفسه، كيسيه مع نفسه، كل واحد كده تحسه واخد اسمه وبيلعب لاسمه ولنفسه بس. لكن السنه دي حاسس الموضوع مختلف شويه. ليه؟ المدير الفني بتاعهم استبعد زها واستبعد بايه، حاسس ان الراجل مركز اكتر في الجماعيه، عايز يستغل فكره ان البطوله على ارضي، الجمهور معايا وكل الكلام ده، فعايز يلعب شويه بجماعيه اكتر، خصوصا ان القايمه عنده مليانه، الدنيا مش فاضيه يعني. عنده هالر، عنده كيسيه، عنده نيكولاس بيبي، عنده نديكا، عنده لعيبه حلوه يعني، متوقع لهم ان هم يشتغلوا كويس كمان البطوله دي. معاهم مين في المجموعه؟ معاهم نيجيريا سيئين جدا مع بيسيرو، مع ان المنتخب فيه نجوم، فيه اوسمن على الاقل يعني، بس المنتخب كمجموعه سيئين، تشوفهم في التحضيرات وفي الوديات وبتاع مفيش لعب، مفيش اداء كده، ما تحسش ان في منتخب اصلا، رغم وجود اسامي زي ايناتشو، زي اوسمن، زي ايوبي. واوسمن بالذات خلي بالك هيبقى عايز يظهر جدا البطوله دي، بالذات بعد ما خد الجائزه بتاعت احسن لعيب افريقي وكده، فهيبقى عايز يظهر نفسه اكتر للانديه وبتاع عشان خاطر الناس تجري عليه اكتر في الصيف، خصوصا انه عايز يمشي من نابولي زي ما قلنا بالظبط في الحلقه اللي فاتت. طيب منتخب مصر انا عندي معاه شويه كلام كده، عايزك توسع صدرك، افتح لي ودانك ويلا بينا مع بعض. طيب تعالى كده افكرك بمين هو منتخب مصر وايه هو تاريخ منتخب مصر عشان نعرف نتكلم براحتنا. منتخب مصر هو اكتر فريق متوج بالبطوله دي، معانا 7 القاب. منتخب مصر هو الفريق الوحيد اللي واخد البطوله دي 3 مرات ورا بعض. منتخب مصر 2006 2008 2010 كنا بننزل ناكل الدنيا ولا حد كان يعرف يقف قدامنا، فما تجيش دلوقتي تبقى من 2010 ل 2024 عمرك ما شميت البطوله، طلعت النهائيات وبتاع ولكن باداء لا مش ده. فما تستغربش ليه الجمهور دلوقتي مخاصم المنتخب ده، مخاصم الجيل ده، لان اللعيبه دي عمرهم ما حسسونا ان الجيل ده بتاعنا، ان احنا منكم، ان احنا زيكم، بل بالعكس انت من 2019 وانت الدنيا غريبه جدا يعني، كنا واقفين ورا المنتخب وبنحاول معاه وبتاع، ولما طلعنا كاس عالم الناس كلها كانت في ظهركم، ولكن جيتوا في 2019 نيلتوا الدنيا خالص، بتروح تسكت الجمهور وبتاع واحنا المنتخب ومش عارفه ايه. اتيتيود اللعيبه كان بعيد عننا، كنت تحس ان الناس دي لا احنا اللعيبه اللي ساكنين في كومباوندز اللي بناخد فلوس قد كده وانتوا مجرد جمهور تيجوا تدفعوا تذاكر وتقعدوا تتفرجوا علينا وانتوا ساكتين. فلا طبعا ما ينفعش تعامل جمهورك كده، ما ينفعش تعامل معانا كده، لان احنا في الاخر زي ما انتوا شايفين دلوقتي محدش بقى بيجي وطالعين تشحتوا جمهور وتقولوا نفسنا الناس تيجي تتفرج علينا وبتاع. لا من الاول انتوا اللي عملتوا كده، من الاول انتوا اللي كنتوا عاملين فرق ما بيننا وما بينكم، انتوا اللي طلعتوا قلتوا منتاليتي، انتوا اللي طلعتوا سبورتوا لعيبه الناس كانت واقفه ضدها. ما ينفعش تبقى بتعادي جمهور، وما ينفعش بالذات تبقى بتعادي جمهورك. ما انت بتعادي جمهورك مين اللي هيقف معاك؟ مين اللي هيسندك؟ اديك دلوقتي راح البطوله فعليا معاكش حد، الناس كلها متشائمه، انا واحد متشائم عن نفسي مش حاسس ان المنتخب ده هيعمل حاجه اصلا. كاقصى تفاؤل بشوف ان الناس دي ممكن توصل ربع نهائي ولا نص نهائي، غير كده مش متوقع ان هم يعملوا حاجه، مش متوقع ان هم يوصلوا لحاجه اصلا. ولكن تعال نتكلم في المجموعه ونتكلم بالعقل ونشوف. منتخب مصر محطوط في مجموعه سهله نسبيا، خصوصا مع ترتيب الماتشات. انت هتبدا بموزمبيق، فريق سهل تعرف تاخد منه الثقه وتلعب عليه وبتاع، وبعدين هتلاعب غانا، وغانا يعني فريق مش سهل ولكن في المتناول، فريق نجومه دلوقتي محمد قدوس الواد جامد وكويس وكل حاجه، وعندك اندريا وجوردن ايو طبعا اللي ما اعرفش دول ناويين يعتزلوا امتى ولا ايه دنيتهم، وعندك انياكي ويليامز الواد مفاير جدا طبعا
5 اسبانيا، ولكن في المتناول منتخب تعرف تلعب عليه، خصوصا ان فيتوريا الفتره الاخيره بصراحه عامل مجهود وعامل شكل للفرقه بشكل ما يعني. وعندك لعيبه مفيره، عندك صلاح شغال، عندك مصطفى محمد مفير، عندك مرموش مفير جدا. ويعني الجيل ده بالاسامي الموجوده دلوقتي انا شايف ان هم لو ما عملوش حاجه البطوله دي خلاص مش هيعملوا حاجه تاني، خصوصا انت عندك لعيبه غالبا دي اخر بطوله ممكن يلعبوها، او البطوله اللي جايه بالكتير هتبقى الاخيره. ففرصتكم انكم تشتغلوا، فرصتكم البطوله دي انكم تعملوا حاجه، حاولوا تموتوا على الكوره، حاولوا تموتوا نفسكم، حاولوا تكسبوا الجمهور تاني. انتوا البطوله اللي فاتت لما بداتوا تلعبوا برجوله شويه لقيتوا الناس بتتلم، ولقيتوا الناس حباكوا، ولقيتوا الناس بتنزل تقعد على القهاوي وتتفرج عليكم وبتاع. فحاولوا تكسبوا الجمهور تاني، مش هتكسبونا غير بمواقفكم غير برجولتكم. حاولوا تموتوا على الكوره، حاولوا تلعبوا على قد ما تقدروا. اتمنى طبعا ان احنا ناخد البطوله، انا عن نفسي مش متفائل خالص ولكن اتمنى. وفي ايديكم جدا المجموعه دي تطلعوا اول، يعني الموضوع مش محتاج ان احنا اصلا نفكر هنطلع اول ولا تاني وندخل في حسبه بيرما دي. انت هتلاعب زامبيا، خلص زامبيا، خش على غانا، قفل غانا، يعني حاول تلعب قدامها، وبعدين خش على كاب فيردي، منتخب متواضع جدا هتعرف تكسب قدامه وهتعرف تطلع من المجموعه دي اول مستريح. وبس تعالى بقى كده في السريع نتوقع المجاميع ونشوف مين هيصعد منين، ويلا بينا. اول مجموعه انا شايف انها مستريحه جدا، كوتيفوار اول، نيجيريا تاني. زي ما قلنا كوتيفوار المدير الفني بيحاول يجمع الفرقه، حاسس ان هم يلعبوا جماعيه البطوله دي وعشان الجمهور وبتاع. نيجيريا لسه متصاب لهم بونيفاس الواد اللي كان بيلعب في الصندوق مع اوسيمن، فيعني بالتالي هيأثر عليهم شويه. ولكن تاني مجموعه الاول هيبقى مصر، التاني غانا، مش محتاج اتكلم عليهم في حاجه، هم شارحين نفسهم. تالت مجموعه برضه مفيش غيرهم، الاول السنغال، التاني الكاميرون، مفيش حد يسد معاهم يعني. المجموعه الرابعه جزائر الاول، التاني بوركينا فاسو، مع ان اتمنى ان موريتانيا هم اللي يصعدوا تاني، خصوصا ان هم ما طلعوش البطوله اللي فاتت كاول مره في تاريخهم وبتاع، وخلاص هي كانت مره وخلصنا، لا الموضوع بقى معتاد وطلعوا البطوله دي وبتاع، فاتمنى ان هم يعملوا اداء برضه. المجموعه الخامسه تونس الاول، جنوب افريقيا الثاني. تونس عندها منتخب كويس وفرقه يعني مترابطه شويه، جنوب افريقيا كده كده تقال جدا وهم اللي هيبقوا الثاني ان شاء الله. اخر مجموعه انا شايف ان هي مضمونه جدا للمغرب اول، ده كده كده يعني المجموعه فاضيه اصلا، والكونغو غالبا هيبقى هو الثاني. بنزل بالحلو بقى. طيب مؤخرا وبالوضع اللي احنا فيه شايف الشباب بقت دايسه على نفسها قوي، وكل واحد بقى مشايل نفسه اكتر من طاقته. انا عارف ان انت شايل كتير، مش بايدينا، في الاخر الموضوع كله بايدين ربنا. اعمل بس انت اللي عليك، حاول كل ما تبص لنفسك ما تحسش انك مقصر في حق نفسك بحاجه. ويا عم مش عايزين منك اكتر من كده، مفيش حاجه يعني في الدنيا هتستاهل انك تبقى ماشي مهموم ومتضايق وزعلان وعلى وشك هم الدنيا كله. بسط يا وحش وراضي نفسك وراضي حالك وبس كده. تنساش تنزل تعمل سبسكرايب، شغل الجرس، ادينا اللايك الجميل، وشير الحلقه مع اصحابك، فولو على فيسبوك، على انستجرام، على تويتر، تلاقينا في كل حته، اكتب كابتن كشري بس هتلاقينا في كل حته. وما تنساش طبعا تقفش الغلطه عشان الفار، اوعى تنسى. وبس كده، وارد عليك.